بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أشغال أم هريرة. كما وعدتكم الأخوات، اليوم جبت لكم فيديو رائع كيفاش تخيطي 100 زر ولا ديري مشروع لشهر رمضان. نعم يا أخواتي، المشاريع تاعي ما نقولك أنا جيبي نص متر تاع قماش وخيطي 10 أزر، ما نقولك ما تجيبيش قماش خلاص وخيطي 100 زر. أنا نقول لك كل شيء بالملموس. أرواحي تبعي معايا الخطوات بربي إن شاء الله وراح نفرحك. نبدأ على بركة الله يا إخواني وأخواتي. الله تعالى وبركاته من قناة أم هريرة. اليوم الأخوات جبت لكم الحلقة الأولى من سلسلة أعمالي لرمضان بحول الله تعالى. اليوم الأخوات راح نعطيكم طريقة كيفاش تفصلي مئزر تاع المطبخ، طابلية الحجر كما نقولوا احنا بالدارجة، من أبسط قماش. هنا كما تشوفوا الأخوات عندي تقريبا نصف متر من القماش عادي جدا. هنايا بقايا قماش، وكما تعرفوا أم هريرة دائما إعادة تدوير. وهذا مطريفات الأخوات كذلك من بقايا القماش عندي. قلت ندير معكم مئزر بسيط وسهل جدا، وتقدري تفرحي به بناتك ولا تفرحي به نفسك. المهم الأخوات كما تشوفوا هنايا جبت القماش هذا، درك نعت لكم كيفاش تفصلوه. كاين وين تقدري تفصليه بالطول، وين كاين تقدري تفصليه بالعرض. انا هنا راح ندير معكم الطريقه الاولى اللي هي طريقه كيفاش نفصلوه بالطول. طبعا انا القماش تاعي دوك هذا تقريبا الطول تاعو 85 سنتيمتر. انا مانيش راح ندير المئزر تاعي طويل بزاف 85 سنتيمتر، لاني راح نزيد واحد الشرشيف، وفي نفس الوقت نزيدوا لهم هذوك السبيتات اللي يتحكموا ورا العنق، سما ما يجيش طويل بزاف. واش اللي ندير هنايا؟ اول حاجه كما تشوفوا الاخوات، نقيس الطول تاع المئزر تاعي. قلت لكم هو 85 طول، انا نقص 7 سنتيمتر. 85 الطول تاع المئزر هذا القماش مثني على زوج، نقص منه 7 سنتيمتر كيما تشوفوا الاخوات. ال7 سنتيمتر هذيك واش اللي ندير؟ ندخلها لداخل ونخليها ما نقصها ما والو، هكا كيما تشوفوا فيا الاخوات. ودركا واش اللي ندير هذيك البعد اللي يجي هنا في الصدر. ربما تسالوني تقولي تقدري ديري شبر، تقدري ديري 4 صباع وزيدي لهم 3، يعني المجموع 7 اصابع كيما تشوفوا الاخوات. وتقصوا تقصي الهبطه هذيك اللي تجي منها تحت الجوانب كيما تشوفوا فيا، وتهبطي من هنا. ربما هنا ثاني تسالوني تقولي وشحال هبطتي وقداش طلعتي. دوك نقول انا ساعه الاخوات ننسى على روحي باللي راني ندير لكم في فيديو، بحكم اني مالفه نفصل بالطريقه هذه، نفصل بطريقه عشوائيه، بحكم انه التجربه تاعي في المجال هذا تقريبا 22 سنه نفصل عشوائي، ومن بعد نولي نقول ايه كاين الاخوات لازم نفهمهم، نقول لا. هنايا واش اللي درت؟ اهبطت الاخوات ب 28 سنتيمتر، وزدت دخلت ب 13 سنتيمتر. اسمعوا معايا مليح، 28 سنتيمتر ودخلت ب 13 سنتيمتر. ندير زاويه قائمه، ومن الزاويه القائمه ذيك من حاطه صبعي ندخل ب 3 سنتيمتر وندير الانحناء هذاك كيما شفتوني، ونقص القماش تاعي عادي. ومهما كان الاخوات ماهيش مقاسات مضبوطه، لانه هذه طابليه تحجر، عينك ميزانك. المهم جربوا، تعودوا ما تخافوش من المقص، تعودوا ما تخافوش من الماشينه تاع الخياطه، وتعلموا في الحويجات هادو هما اللي تقدروا تعلموا فيهم. وندير الانحناء هذاك اللي يجي من الاسفل كيما تشوفوا. طابليه تحجر، لا ما عرفتوش خلاص الاخوات كيف تفصلوها، جيبوا طابليه مفصله خالصه وحطوها على القماش تاعكم يكون مثني على زوج، وبداو فصلوا. هذا تحفيز باش نحفزكم على الخياطه. شوفوا زي ما الاخوات بعد ما فصلت الطابليه دوكا تشوفوها زي ما هذيك 7 سنتيمتر طبعا لازم ندخلها كما قلت لكم. ونجيو دركا نفصلوا الجيب. طبعا الطابليه تاعنا يكون عندها الجيب، ولازم نديروا لها حويجات باش نزينوها ما تبقاش هكاك. بما انه انا عندي هذوك الوردات الحمر في القماش تاعي، لازم نكاسي اللون ندير لون احمر كيما شفتوا. اللي شيت هذوك جبتهم طريفات حمر، ندير منهم الجيب، ندير منهم الحزام، وندير منهم قداش حاجه. هنا عندي هذا المربع هذا، نجيب المستطيل نثني القماش على زوج نديرو مستطيل كيما شفتوني الاخوات. حبيتوا تخليوه كيما هكا الاخوات المبتدئات اللي ما يعرفوش يخيطوا الانحناء ولا، انا نقول لكم خليوه هكا مستطيل. حبيتوا يعني تبدعوا وتحبوا يعني تتفننوا كيما يقولوا، ديروها منحنيه. هنا واش اللي درت؟ انا هنايا درت الغمق تاع الجيب درتو 19 سنتيمتر، غمق تاع الجيب درتو 19 سنتيمتر. حبيتوا تزيدوا زيدوا، انا قلت لكم راهي مأزره ماهي شي حاجه اللي راح تلبسيها خارجه ولا تقولي لازم. قلنا الغمق تاع الجيب 19 سنتيمتر،
والعرض تاعو كيما حبيتي. حبيتي ديريه عريض وتقسميه على زوج، حبيتي ديريه على وحده، انت وكيما تحبي. انا هنايا درت 7 سنتيمتر على زوج، يعني 14 سنتيمتر حتى ل 15 سنتيمتر هكذا، ونقص كيما قلت لكم. راهو الجيبه الاخوات، وهذو هما الحوايج اللي تعلمي فيهم. نقص الجيب تاعي بعد ما درت الطول تاعو كيما قلت لكم الاخوات، وندير الانحناء هذاك باش يجيني متناسب مع الانحناء تاع الطابليه. ونجيب نشوف البعد تاع الجيب تاعي وين راح نحطو. طبعا ما تقولي لي بعدني والو، لانه كيما قلت لكم طابليه عادي جدا تعلمي فيها، وما تبقاوش ديروا الحوايج هذوك الدقه هذيك وقيسي منه. ديري نقطه منتصف في الطابليه تاعك، وحطي المنتصف تاع الجيب على المنتصف تاع الطابليه باش ما يجيكش معوج ولا. وخدمي لازم ما نعقدوش الامور. نجيو دوك الاخوات التزيين تاع الطابليه كيما تشوفوا فيه الاخوات. جبت الطرف الاحمر هذاك مستطيل، نحطو اسفل الطابليه تاعي كيما شفتوني هكذا، باه ما نصعبش عليكم المهمه خلاص. وتحاولي تدخليه قدر المستطاع تحت الطرف كيما تشوفوا فيه الاخوات. سهله خلاص. وصدقوني هذه الطابليه كي تخيطوها تجي تحفه. انا ليه درت الطريقه هذه الاخوات؟ باش نحافظ على الانحناء تاع الطابليه، وفي نفس الوقت كي نسجفها تحلي الانحناء مع الانحناء، ما نبقى نتبع ما والو. وهذه صدقوني الاخوات هذه طريقه رائعه. شافوا زي ما درت. ومن بعد نجبد هذاك الطريف اللي درت الانحناء. دوك واش اللي ندير؟ نحطو على الجهه الفوقانيه. وتحبوا تخليوه كاري هكا خليوه ثاني يجي باهي مد منظر رابعه. وشو انا حبيت نتبع. وتنحي هذيك الزاويه هذيك وتمشي بنفس البعد هكذا. حبيتوا تخلوه بالزاويه هذيك القائمه خليوه نفس الشيء ويمد منظر رائع. وشو انا حبيت يعني نبسط لكم برك نفس الجهه هذه زيد ندير معها الطريقه اللي درتها من قبل. وهذه هي الطابليه تاعنا. شوف والله يبارك اني حطيتها لكم برك. انا مازلت ما خيطتهاش الاخوات. واش اللي بقاو لنا درك؟ بقاو لنا هذوك اللي نديروهم مع الرقبه، وبقاو لنا الحزامات. هذم اختياري. ديري مثلا 6 سنتيمتر، ديري 7 سنتيمتر، هذم ما فيهمش سوق صنعاء كيما يقولوها. هذا نتيا عينك ميزانك وانت الابداع تاعك. حبيتي ديريها طول كيما يقولوها دخلي فيها راسك طول، حبيتي ديري زوج وتعقديهم ورا الرقبه، حبيتي هذه كل وحده والابداع تاعها والتطور تاعها. المهم الاخوات هنايا سماني باه ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، ما حبيتش نبقى نطول في الهضره. ومنا من الحرف من تحت الاخوات نزيد ندير لها شرشيف بوندا حمراء، ونحاول كيفاش نشرشف هذه من بعد في الخياطه كي نعود نخيط فيها تشوفوها زينه. هذه هي المئزر تاعي الاخوات اليوم. سهل جدا ويحفزك كي ديري الحويجات هكا هذا نتاع الخياطه وتبداي بالحوايج هذم الخفاف. مثلا ديري مئزر تاع المطبخ، ولا ديري طابليه لوليدك، ولا ديري حويجات هذم خفاف يشجعوك على الخياطه. وكل ما تشوفي حاجه نجحتي فيها قد ما زيدي تشجعي على الخياطه اكثر فاكثر. هنا راني قاعده نخيط الاخوات. خيطت هذيك الجيب من الاخوات. بديت لكم بهذو ملي شوي صعاب لانه معظم الاخوات ما يعرفوهمش. خيطتها الظهر للظهر ومن بعد قلبت. شافوا زي ما بعد ما كنت كففته من جهه باش كي نقلب يجيني سهل باش نخيطه. نزيد نفس الشيء الجهه الاخرى هاكو تشوفوا فيها زي ما نحطه هو من تحت ونبدا نخيط ومن بعد نقلبه. وكي نقلبه نزيد نولي نعاود عليه الخياطه على الحرف اللي مني خيطته ونزيد نعاود نلصقه في الجهه الاخرى. هذه الاخوات سهله ماشي يعني حاجه بالنسبه لي انا ربما نقول سهله بالك شي يعني الاخوات اللي عندهم مبتدئات تجيهم شوي صعيبه. لكن شوفوني برك كيفاش نخيط وتبعوا الخطوات برب ان شاء الله سهله. وهذه هي الطابليه تاعي الاخوات بعد ما خيطها. شوفوا الله يبارك خرجت تحفه. وزدت انا درت لكم بهذوك الذرعين تاعها درت لكم القلوب سيده القلوب. واش نقول لكم الاخوات درت لكم فيديوهات بزاف. حافظه الخبز برب ان شاء الله نزيد نحطها لكم. اطقم الصلاه برب ان شاء الله نزيد نحطهم لكم. وساده درت فيها رمضان كريم هلال رمضان. وكاينين اشغال يدويه برب ان شاء الله نشارككم بها الايام هذه بحول الله تعالى اذا كنا من اهل الدنيا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.